جماعة ازيكم؟ فيديو النهارده هيكون عن ايه فرص الشغل بكلية التربية الرياضية. النهارده هنتكلم عن كل حاجة، انا هكون اخصائية تغذية، اخصائية علاج طبيعي، ازاي اشتغل من سنة اولى. فالنهارده هنتكلم عن كل ده في الفيديو ده. اول حاجة، انت ممكن تشتغلي مدربة في اي لعبة، سواء كانت انت متخصصة فيها او انت معاكي شهادات خبرة وشغالة فيها. كمان تكوني مدرسة في اي مدرسة حكومية او مدرسة خاصة. تقدر كمان تكوني اخصائية تأهيل اسعافات اولية، واخصائي تغذية، وكمان اخصائي اعداد بدني. كمان ممكن تكوني إدارية في أي نادي رياضي أو أي مؤسسة رياضية، وكمان ممكن تقدري تشتغلي في التسويق الرياضي، وكمان تكوني في الإعلام الرياضي أو معدة برامج إذاعة والتلفزيون في الرياضة. كمان تقدري تكوني حكم في أي لعبة من الألعاب المختلفة عندك في الكلية. روحي تاخدي دورة حكم في أي لعبة أنت عايزاها، وتكوني حكم في اللعبة اللي أنت اخترتيها. كمان بتكوني مسؤول برامج ترويحية، وكمان بتشتغلي مع ناس اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي عندهم إعاقة. كمان ممكن تشتغلي منقذة في حمامات السباحة أو الشواطئ العامة. كمان التربية الرياضية بتأهلك إنك تخشي الكليات الحربية، ودي من والكليات الحربية دايما بتخصص تربية رياضية، بتطلع منها ضابط متخصص. كمان لو انت شاطره قوي في الكليه وتقديرك حلو قوي، تكوني طبعا معيده في الكليه. كمان بقى الناس اللي حابه تشتغل من سنه اولى، فانا بنصح ان سنه اولى ممكن تخليها تجربه للكليه، تتعرف عن الكليه اكتر. الحاجات دي كلها للناس اللي عمرها ما اشتغلت او الناس اللي عمرها لسه خارجه من الكليه. انت ممكن لو انت حابه السباحه قوي، دي اول حاجه يعني. لو انت حابه السباحه قوي وحباها ونفسك تجربي الحاجات دي كلها، انت ممكن تروحي تاخدي كورس في السباحه لمده مثلا شهرين او 3 شهور، على حسب الكابتن اللي معاك هيقول لك امتى مستواك يديك لحد امتى. وبعد كده تخلصي، لازم تكوني مخلصه ال4 عمات. تروحي تاخدي دوره انقاذ واعداد معلم، وبعد كده تكوني مدربة سباحة، تروح تقدمي بالشهادة بتاعتك دي في أي نادي رياضة أو أي مؤسسة رياضية، تشتغلي مدربة سباحة هناك. تثبتي شطارتك هناك بقى، هتكوني أشطر مدربة سباحة في أي مجال تثبتي شطارتك فيه، فأنت هتكوني شاطرة فيه جدا. كمان لو أنت مش حابة السباحة، ممكن تنزلي في أي، مثلا عايزة تشتغلي مثلا تجربي جمباز، فتنس، تنزلي جيم، تشوفي الشغل اللي فيه ماشي ازاي. الحاجات دي كلها انت ممكن تروحي اي جيم او اي نادي رياضه او اي اكاديمي من الحاجات دي كلها، اكاديمي جمباز، فتنس، الحاجات دي كلها، وتقولي لهم مثلا انا تربيه رياضيه عايزه انزل تدريب او انزل فتره خبره. الحاجات دي كلها هما ان شاء الله هيساعدوكي اكتر من ان انت تنزلي، وهيقول لك فتره التدريب بتاعتنا لمده كذا كذا. وبعد كده هيقولي لك بقى انت بعد فتره التدريب هتعملي ايه. لو ما قالكش فتره التدريب بتاعتك لحد امتى او كم شهر، فانت اسالي فتره التدريب هنا كم شهر. اقصى حاجه 3 شهور 4 حاجات دي يعني، اقصى حاجه 4 3. بس جربوا وشوفوا. وبرده طبعا اللي هي كورسات اللي هي مش تكون التغذيه، كورسات الحاجات دي كلها محتاجه، التغذيه والتدليك والاصابات والحاجات دي كلها محتاجه كورسات عشان وداتا اكتر، عشان يكون عندك معلومات اكتر. كلها مش بتديكي كل حاجه، لازم تكوني برضه اي حاجه في الدنيا محتاجه انت تطوري من نفسك فيها اكتر. طبعا لازم تكون معاكي لغه عشان تشتغلي في مكان احسن، وتكوني اشطر واحسن. بس ده بيكون الفيديو، يا رب يكون عجبكم. احب اقول لكم جربوا وشوفوا الحاجات اللي انتوا حابينها ايه، استقريتوا على الحاجه دي وحبيتوها خلاص، ممكن تتخصصوها في الكليه، وممكن كمان ما تتخصصوش فيها وتشوفوا لعبه تانية، وتكونوا شغالين في حاجه ومتخصصين في حاجه تانية او كذا حاجه تانية. انتوا هتجربوا وتاخدوا كورس اكتر. التربيه الرياضيه بتديكي مجالات تشتغلي في مجالات كتير، وتديكي كذا فرصه تشتغلي في حاجه وفي اكتر من حاجه، مش حاجه واحده بس ده بيكون الفيديو. متنسوش تشتركوا في القناه واللايك، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش تشيروا الفيديو مع اصحابكم. بس باي.